السادة والسيدات مشاهدي الفضائية الإثرية أينما كنتم نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستيل ومعكم أنا عبد الله محمد علي كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إصابة 13 مواطنا بفيروس كورونا. كلية أورتا للعلوم الصحة والعلوم الصحية تخرج دفعة جديدة من طلابها. دورة تأهيلية حول تطور الطباخ لأكثر من 200 من النساء. مقاتلون مدعومون من تركيا يشتبكون مع قوات كردية شمال سوريا. الصين تتعقب سفينة حربية أمريكية في مضيق تايوان. الولايات المتحدة تتهم روسيا بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية. أهلا بكم للتفاصيل. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي أجريت اليوم 19 من ديسمبر أظهرت إصابة 13 مواطنا بكوفيد-19 في مراكز العزل بالإقليم الأوسط. كان 4 من بين المصابين بفيروس كورونا قدموا من أوغندا عن طريق الرحلات الجوية خلال الأسبوع الماضي، وكانوا في مركز العزل بالإقليم الأوسط، فيما تأكدت إصابة 9 الآخرين من أسمرة وليس لهم أي صلة بالسفر. نتيجة لاستمرار تدفق المواطنين بطريقة غير نظامية، بلغ عدد المواطنين العائدين من دول اثيوبيا والسودان وجيبوتي إلى البلاد 26893 شخص. في غضون ذلك شفي 8 مرضى بفيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الأوسط، وتم تسريحهم إلى منازلهم. بهذا بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 754 شفي، منهم 580 ويتلقى 174 مصابا الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 19 من ديسمبر 2020. خرجت كلية أورتا الطبية والعلوم الصحية صباح اليوم 19 من ديسمبر في ساحة جامعة أسمرة 471 طالبا وطالبة، منهم 280 بالبكالوريوس. وكان من بين المتخرجين بالبكالوريوس 80 بالطب العام و32 بالطب الأسنان و50 بعلم الأدوية و38 بالصحة العامة، والباقين في مجالات الفحص السريري وطب العيون والتمريض العام وعلم الأذهان والتخدير الطبي وتمريض الولادة. فيما كان عدد خريجي الدبلوم 191 طالبا، منهم 15 فنيي طب الأسنان و23 فنيي المختبر و23 العلاج الطبيعي و20 بهندسة الأشعة و81 بالتمريض العام و29 بالصيدلة. وألقى عميد كلية أورتا الطبية والعلوم الصحية الدكتور يمان سيون في مراسم التخريج التي جرت باتباع التعليمات الصادرة لمكافحة جائحة كورونا أن الكلية تسعى جاهدة لتخريج مهنيين صحيين أوفياء ومخلصين يساهمون في تقديم خدمات متساوية متسلحين بالمعرفة النظرية والتطبيقية. وذكر الدكتور يماني أن كلية أورتا الطبية والعلوم الصحية أقيمت من خلال دمج كليتي أسمرة للعلوم الصحية وكلية أورتا للطب وطب الأسنان. وذكر الخريجون المشاركون في مراسم التخريج أهمية المجالات التي تخرجوا بها في تأمين الصحة المجتمعية وبرامج إعمار البلاد، مؤكدين جاهزيتهم للعمل بوفاء وإخلاص وخدمة الشعب والحكومة. وشهدت المناسبة تعريف الطلاب المتميزين الذين سجلوا نقاطا عالية في دراساتهم. وخرجت كلية أسمرة الصحية منذ نشأتها 4200 خريج بمختلف المجالات. قدمت دورة تأهيلية ل200 من النساء القادمات من 4 مديريات بإقليم عنسبة حول التدبير المنزلي لإعداد غذاء متكامل بالاستفادة من البقوليات وخاصة الحمص الأخضر. المشاركات في الدورة المهنية المنتظمة عن طريق فرع وزارة الزراعة أتينا من مديريات حلحل وقلب وعلا بعيد وعتكليزان من أسر يزاولن النشاط الزراعي. وأوضحت مسؤول برنامج التدبير المنزلي في مكتب الزراعة بإقليم عنسبة السيدة سابا مسفن وضع برنامج لتوزيع الحمص الأخضر الغني بالفوائد الغذائية المجربة إلى كافة مديريات الإقليم، موضحة أن الحمص الأخضر يحتوي على فوائد غذائية متكاملة خاصة
للأطفال في العمر ما بين 6 أشهر وسنة، وكذلك للحوامل. من جهته قال مسؤول البذور في المكتب الشاب تصفى برهان حقوس أن البرنامج يهدف إلى زراعة المزارعين للحبوب والحمص بإدخال أسلوب البذور المزدوج وحصاد الإنتاج مرتين خلال موسم واحد، فيما أن علف الحمص الأخضر يحتوي على فوائد غذائية مهمة للحيوان والتربة. وذكر أن الحمص الأخضر وزع العام الماضي ل 38 مزارعا في مديريات عتك ليزان وقلب وعلاب العيد، وجرب في 4 هكتارات، وأثمرت التجربة نتائجا مبشرة، منوها إلى أن تحمله الجفاف وحصاد الإنتاج خلال شهرين من مميزاته الإضافية. قدمت دعوة لتعزيز الدور الأهلي في البرامج الصحية عامة، وخاصة الأنشطة الصحية لسلامة الأمومة والطفولة في مديرية قلعلو. وأوضح أعضاء لجنة سلامة الأمومة والطفولة أن حملات التوعية الجارية حققت نتائج مرضية فيما يتعلق بمكافحة الأمراض وتأمين سلامة الأمومة والطفولة. بدورهم قال الخبراء الصحيون أن الأنشطة الجارية عن طريق أعضاء لجنة سلامة الأمومة والطفولة لعبت دورا كبيرا في رفع الوعي العام، كما تسهم الأعمال الفعالة الجارية في تعزيز ذلك. وأشار مسؤول وحدة الصحة الإنجابية والأسرية والأهلية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد زد قلقب قرقيس إلى أن تجربة أعضاء لجنة سلامة الأمومة والطفولة المكتسبة من الإقليم الأوسط توسعت في الإقليم وحققت نتائجا جيدة، وتساهم بفعالية بخصوص متابعة صحة الحوامل والنفساء ورعاية الأطفال وبرامج التطعيم. أوضح السيد زدنقل أن الأنشطة الصحية لسلامة الأمومة والطفولة تحقق قفزة كبيرة في رعاية الأمومة والطفولة الصحية إذا تعززت بأنشطة تجميع القرى واتخذت خطوات نشطة. أفادت المعلومات الواردة من مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية حقات أن المكتب قدم هذا العام مبلغ مالي قدره أكثر من 3 ملايين نقفة إعالة لأسر الشهداء. وأوضح مسؤول المكتب السيد سلوم المحري أن الحكومة والشعب يسعون جاهدين لمساعدة أسر الشهداء ورعاية الأيتام وغيرهم من الجهات المحتاجة، مشيرا إلى تقديم 70,000 نقفة مقدم من المواطنين في الداخل والخارج لأسر الشهداء المعنية في المديرية. في غضون ذلك أهل مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية حقات خلال شهر نوفمبر الماضي 10 من راعيات الأيتام والمحتاجات بالماشية حسب اختياراتهم بقيمة 10,000 نقفة لكل منهم. سيداتي سادتي، نعود بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. شن مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا هجمات على قوات كردية قرب مدينة عين عيسى في شمال سوريا، حيث تقوم قوات روسية وتركيا بدوريات مشتركة على طريق سريع رئيسي. وانتزعت القوات التركية وحلفائها من المسلحين السوريين السيطرة على أراضٍ في المنطقة في هجوم العام الماضي ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على مناطق بشمال وشرق سوريا. وأدان حلفاء أنقرة الغربيون على نطاق واسع هذا التوقل الذي توقف عندما توصلت تركيا إلى اتفاقين منفصلين مع واشنطن وموسكو. وجرى الاتفاق مع موسكو على تسيير دوريات روسية تركية مشتركة، وتقع عين عيسى حيث اندلعت الاشتباكات أثناء الليل على طول الطريق السريع M4 الذي يربط بين المدن السورية الرئيسية، وتتم عادة عليه الدوريات الروسية التركية. قال الجيش الصيني أنه تعقب سفينة حربية أمريكية لدى مرورها من مضيق تايوان، مضيفا أن مثل هذه المهام ترسل نظرات قزل لمؤيدي استغلال تايوان. وقالت البحرية الأمريكية أن المدمرة USS ماستين المسلحة بصواريخ موجهة عبرت مضيق تايوان عبورا روتينيا وفقا للقانون الدولي، وهذا هو الإبحار الثاني عشر للبحرية الأمريكية في المضيق هذا العام. وقال الجيش الصيني في بيان أصدرته قيادة المنطقة الشرقية أن قواته الجوية والبحرية تعقبت وراقبت السفينة خلال إبحارها. ويثير الدعم الأمريكي المتزايد للجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا منها،
قضب بكين ويشمل مبيعات السلاح وإبحار السفن الحربية في مضيق تايوان، مما يزيد من توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو روسيا بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي اغتال وكالات حكومية أمريكية وأهدافا في كل أنحاء العالم. وكان بومبيو قد أشار سابقا إلى تورط موسكو في هذه الهجمات، مؤكدا أن الحكومة الروسية قامت بمحاولات لاختراق شبكات الحكومة الأمريكية. جاء التهديد من هجوم استمر مدة طويلة يعتقد أنه شهد إدخال برمجيات خبيثة إلى شبكات حاسوبية باستخدام برنامج شبكة لإدارة مشاريع طورته شركة سولار ويندوز للتكنولوجيا ومقرها في تكساس، في عملية تحمل بصمات هجوم منفذ من قبل الدولة. ويقول خبراء الأمن الأمريكيين أن الهجمات الإلكترونية قد تسمح لمرتكبيها بالوصول إلى الأنظمة الحكومية الرئيسية وشبكات الطاقة الكهربائية والمرافق الأخرى. بدورها نفت روسيا أن تكون متورطة في العملية. وفي الخبر الأخير في هذه النشرة، تسبب حريق في وحدة للرعاية المركزة تعالج مرضى كوفيد-19 في مستشفى في إقليم قازي عنتاب بجنوب شرق تركيا في مقتل 8 حسب ما ذكر مكتب محافظ الإقليم. وقال المكتب في بيان أن الحريق نجم عن انفجار جهاز تنفس صناعي، مضيفا أنه تم نقل 11 مريضا آخرا كانوا يتلقون العلاج في الوحدة إلى مستشفيات أخرى. وقال مكتب الادعاء المحلي أن مهمة التحقيق في أسباب الانفجار أوكلت إلى 2 من ممثلي الادعاء في الإقليم. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. في أمان الله وحفظه.